هنفترض انك انت معاك فاتوره دفعتها ومحتاج تاخد الفلوس تانية معاك مره تانية، بس قسط المبلغ ده على مده قليله زي مثلا 5 شهور. البرودكت بتاع بينج بونج اللي على فاليو ده برودكت لذيذ جدا، نفس فكره شقلباز كده، بس الفرق بينه وبين شقلباز ان هو بيديك مده اقصر شويه، مش بيخليك لغايه 60 شهر، بيخليك لغايه 5 شهور فقط. تابعوا معانا الفيديو لغايه النهايه عشان تعرفوا التفاصيل كامله عن برودكت بينج بونج من فاليو. في البدايه انا حابب اوضح بس ان كل الفيديوهات اللي بنعملها عن فاليو او عن اي ابلكيشن دي مش اعلانات خالص للشركات اللي بنتكلم عنها، دي الا بس انها فيدباك ومشاركه المعلومه انا قدرت اتوصل اليها، وبرده كونتنت انا حاسس انه ممكن يكون يهم ناس كتير، عشان لو انت مستخدم من مستخدمين فاليو تبقى عارف البرودكت ده ماشي ازاي. بنصحك بشده انك تسال فاليو نفسهم، تكلمهم او تكلمهم على السوشيال ميديا اكونت بتاعتهم او في التليفون او على الميل بتاعهم، تعرف منهم تفاصيل الفيديوهات او الكلام اللي بتكلم فيه معاكم ده، دي معلومات انا عرفتها منهم وبشاركها معاكم، فانا محتاج انكم انتوا تعملوا ابديت بقى المعلومه دي قبل ما تستخدموا الخدمه، لان ربما تكون امورها اتغيرت، مصاريف اتغيرت، في مصاريف اداريه اتطبقت، فدي تفاصيل لازم تكون عارفها من الاول. وطبعا انا مش محتاج افكرك دايما انك تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه، او تعمل لي فولو لو انت بتتفرج عليا على اي بلاتفورم زي تيك توك او الانستجرام، عشان ده بيسبب لنا دعم. خدمة بينج بونج هي زي ما كنت بقول في البداية، هي بتقدم لك انك انت تقسط الفاتورة بتاعتك اللي انت استخدمتها على اي متجر من المتاجر او اي ستور من الستورز، سواء كانت في فاليو او بره فاليو. ممكن تقسط الفلوس بتاعتك على مدة توصل ل5 شهور، يكون في فوائد بس دي هتعرفها لما يكون معاك الريسيت، واهم حاجة يكون معاك الريسيت صورة واضحة، لانك انت بتصور اصلا الريسيت، تظهر معاك المدد وبتختار المدة اللي انت عايزها، وبتظهر معاك الفايدة او المصاريف، تقدر تعرفها عن طريق انك انت بتشوف القسط الشهري هيكون بتاعك كام، تضربه في المدة اللي اخترتها وتشوف المبلغ ده طالع بزيادة قد ايه عن المبلغ بتاع الفاتوره، والزياده دي تعتبر الفايده في المده بتاعتك كلها. يعني مثلا هنفترض انك انت فاتورتك كانت ب 500 جنيه، قسمتها على 5 شهور، فالمفروض تكون عليك كل شهر 100 جنيه. لو افترضنا انها بقت 200 جنيه، ف 200 في 5 شهور هتلاقي حوالي 1000 جنيه، فهو يعتبر واخد منك 500 جنيه زياده على 500 جنيه بتاعتك. هي مش كده، بس انا بديك مثال تكون فاهم منه ازاي تعرف الفايده بتاعتك في ال5 شهور بتاعتك كام. البروسيس بتبقى ماشيه ازاي؟ بتختار اول ما تدخل على بينج بونج تختار ريديم ريسيت اللي هي بتعمل استرداد لقيمه فاتوره يعني، بعد كده بتختار ديجيتال ترانسفير عشان هتستلم فلوسك ديجيتالي، تختار البرودكت او الريسيت نيم، ممكن تكتب اسمك، ممكن تكتب اسم البرودكت، اعتقد ان دي مش هتعمل لك مشكله يعني فارقه معاك. بتيجي عند اخر اختيار عندك اللي هو اختيار تصوير الفاتوره، والاختيار ده بصراحه انا كنت بجرب كتير جدا، دايما كانت بتترفض مني الفاتوره، ولما سالت قالوا ان لازم الفاتوره تتصور تكون واضحه والاضاءه فيها كويسه وما فيهاش اي عكس اضاءه، من عارف الموضوع هيبقى متعب، بس بصراحه انا مع تكرار للموضوع وكل شويه ريجكشن فكست ما رضيتش اجرب. بس لو انت جربت والموضوع اتقبل معاك، يا ريت تشارك تحت معانا في الكومنتات ازاي اتقبلت معاك الفاتوره، عشان الموضوع ما يكونش مرهق ليا ولغيري بعدين. يعني المفروض بعد ما تختار الصوره او بتصور الصوره بتفتح معاك القيمه وبتختار السلوتس او تقسط على كام شهر زي ما كنت بقول لك، تعرف القيمه اللي انت هتدفعها كل شهر كام وتاكد عليها، وتعرف الفائده بتاعتك او المصاريف بتاعتك كام. لو اتس اوكي معاك بتدوس تشيك اوت، بيجي لك اوتو بي بتسجله او بتكتبه على الابلكيشن، وبس كده انت الخدمه بتاعتك جاهزه. وزي موضوع شقلباز، القيمه اللي انت قسطتها معاهم ما ينفعش تكون ازيد من الليميت بتاعك، واعتقد المينيمم بتاعها هيكون 500 جنيه، يعني ما ينفعش تقل عن 500 جنيه قيمه الفاتوره، والماكسيمم بتاعها ما يزيدش عن الليميت بتاعك، والفلوس اللي بتاعت التقسيط نفسها بتاعت الفاتوره دي هتتخصم من الليميت بتاعك، ده لوجيك اكيد معاك. انا كده شاركت معاكم كل اللي اعرفه عن خدمه بينج بونج على فاليو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملوا لايك، ولو انت بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا او الفيديو ده تحديدا على منصه زي تيك توك او انستجرام، يا ريت تعمل لنا فولو وتشارك الفيديو ده مع حد من اصحابك، وتبقى ترجع تاني على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب وتشغل زر الجرس. ولو عندك اي سؤال تسيبونه تحت في الكومنتات، ولو عندك اي اكسبيرينس او تجربه في فاليو سواء كانت في بينج بونج او شقلباز او في فاليو عموما، سيبها لنا تحت في الكومنتات علشان نستفيد منها، كان اعتبرها انها فيدباك. وافكركم ان ده ما يعتبرش اعلان للفاليو، انا بشارك او بتكلم معاكم في الفيديو ده بمحض ارادتي، ده مش اعلان. لو فاليو حابه تعمل يعني عايزه نعملها لا مفيش مشكله، تتواصل معايا طبعا. يعني في النهايه لو انت مكمل الفيديو لغايه دلوقتي شكرا جدا. Thank you for watching and see you next video. Bye.